تعرفوا محسنين وألفوا الرواية، داروا مجموعات وطلقوا الدعاية، جمع الأموال الهدف والغاية، قلبوها نصب احتيال وسعاية، واتهموا الزروالي وحطوه قدام المراية. سلام الله عليكم أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. فيديو جديد، موضوع جديد، البارتاج واللايكات، والله يخليكم بحال الورود المزينة المشاميم، عمركم ما تدبلوا بإذن الله. وأنا غادي نقول يا بسم الله. شكرا على الوفاء، شكرا على الإخلاص، شكرا على الدعم يا أعز الحبايب. موضوع الحلقة غادي نهضر على الزروالي والمجموعة ديال البدوية، واليوم غادي تعرفوا الحقيقة ديال اتهام الزروالي بالنصب والاحتيال. تبعوا معايا الفيديو حتى الآخر، دعمكم يساعدنا. نقولوا على بركة الله ويا بسم الله. الزروالي اتهم بالنصب والاحتيال، دارت عليه حملات مسعورة كتر من القياس، وهكذا كان الزروالي الشجرة التي تخفي الغابة، وهكذا خداو الزروالي مثال ديال النصب والاحتيال، وعطاو به أنه راه هو أكبر نصاب ومحتال في المغرب، وتخباو وراه وبداو تيخطفوا على ظهره. هو متهم بالنصب والاحتيال، ولكن النصابة الحقيقيين اللي كينصبوا بصح تخباو كلشي ورا الزروالي. وهنا تنقولوا الاتصالات السرية اللي كتكون بين جميع الأطراف، وهكذا كلهم لعبوا على الزروالي أنه هو النصاب الوحيد اللي كاين على اليوتيوب، وهكذا انطلقوا في العمليات ديالهم. اليوم كنشوفوا الصراع بدا تيكبر بالعديد من القنوات، وبداو كيفضحوا في بعضياتهم في شي حوايج اللي ما كناش كنعرفوها، وما غادي نبرئوا حتى شي واحد، وما غادي نتضامنوا مع حتى شي واحد. الا كنا اليوم غادي نتضامنوا مع الزروالي اللي داروه تلك الشجرة واللي داروه المراية، وهما تخباو وبقاو خدامين باللي ما تفاهموش. وقع الصراع بيناتهم، فهمنا الرواية وفهمنا اللعبة، أن كل شي نصاب وكل شي محتال، ولكن خاصنا هادشي كل شي نجمعوه ونحطوه على الزروالي. وهكذا الزروالي ولا أي قضية أو مشكل كيحملوه الزروالي. مثلا قيلوش هو المتهم في القضية ديال مراتو اللي ماتت بالسم، لكن تنقولوا المتهم دائما كيبغي يبعد التهمة عليه، وكيبغي يتهم ناس اخرين وهكذا اتهم الزروالي بانه هو اللي قتل ليه المرة ديالو. يعني ولا فين ما تكون شي مصيبة او لا تكون شي كارثة الا خاصنا نلصقوها بالزروالي. كيف تنقولوا ما نايتش غير حط كل شيء، لكن دائما كينساو الإرادة ديال الله سبحانه وتعالى. وهذاك اللي كتقولوا ما نايتش هو اللي غادي ينوض، وهو اللي غادي تجي منه الحقيقة، وغادي يتبين منه كل شيء. الكلام اللي كان تيقولوا كله كذوب وكله نفاق، مجرد كره وحسد وانتقام. علاش؟ الله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعطي الهبة للإنسان، هو اللي كيعطي المشاهد للإنسان، هو اللي كيعلم الإنسان بهادشي البشر. واللي قال البشر عرف راسو تيكذب. البشر من أصله طماع، كيبغي يزيد لقدام،
لان اليوم غير جارك اذا شافك درتي شي حاجه تيحسدك عليها وتيبدا يقلب وينبش منين جاتو كيفاش جاتو، باش الا كنتي داير شي مصيبه يصيفطك للحبس. كلشي كيتامر على كلشي والله، لان اليوم بانت الحقيقه، لان كلشي هادشي اللي كان تيقال على الدروالي كذوب، ولكن النصب الحقيقيين هما اللي بانوا دابا. سعيد ولد مو، البدويه، والعديد من القنوات اللي داخلين هذا الربيج كيف تنقولوا، شي تيقيد شي كيبيع شي كيشري وفلوس كثيره دايره، والزروالي ما دا التهمه ياك. انا البدويه كنتحير ونشرب الدم، نخليك تكره حياتك يا سعيد وتندم، نطلق عليك البخور جاوي وسمسم، تجي بايع طايع وتجيب لي الدعم، نطلب اللي بغيت وانت تشري وتخسر الدرهم. البدوية كتحدى سعيد الغربة أو ولدها بالتبني، ولدها بالتبني كيتحدى، يعني مطلعين على بعضياتهم، ولكن الحقيقة واش هادشي بصح أو لا، كيف تنقولوا ما بقاوش فاهمين على داكشي اللي كانوا كيديروا. راه حتى هو خدا الفلوس، وهو اللي كان تيقول لك انا لاباس عليا، اليوم كيعترف بفلوس خداها، تا من 20,000 خداها، تا من 10,000 خداها، هي قد قجمت من جهه هو يقجمط من جهه، وداخله واحد السيده اخرى تا هي كتقجم، وكلشي تيقجمط، مجموعه ديال العيالات كلهم داخلين هاد الخواط، وهنا ما نبرؤوش تا السيده ايطو تا هي داخله معاهم في الخواط، ايطو بديعه كاع كلهم هادو داخلين. اذا راه اليوم علاش كنقولوا بغينا بحث فهاد المسائل اللي واقعه وهاد الاشكال اللي واقع وهاد التهديدات اللي كيوجهوا لبعضياتهم والكلام الساقط واللي طايح. لان اليوم هذا سعيد ولد امو لسانو كله خايب، ما فيش شي حاجه زينه، وانا كنتسائل كيفاش دابا هاد الناس تيقولوا تيخافوا الله ولكن كيضربوا من الحزام تحت الكلام الطايح. وانا دائما تنقولها لكم في هذه المساله، راه اللي يولف الكلام الطايح والله عمره ما يتغير واخا ما عرفتش غديرو. ها تحفه، ها المواطن، ها البدويه، ها ولد امو، ها يعني مجموعه من القنوات، ونحترم مجموعه من القنوات المؤدبه، ولكن الاغلبيه كيضربوا من الحزام لتحت والمعاطيه. وهنا الكارثه فين كاينه، سمعوني مزيان. دابا حنا تنقولوا دولة الحق والقانون، وتنقولوا الله ينصر القضاء، وتنقولوا القضاء نزيه وما كيظلمناش، ولكن كنديروا الافعال باش القضاء غادي يظلمنا. هيه بالافعال ديالكم الشيطانيه، وكتلعبوا على القضاء وكتبغيو تضحكوا على القضاء. قال لك حريه التعبير راه عندها القواعد ديالها. الساعه حنا شدينا حريه التعبير وشدينا الديمقراطيه وكل واحد دارها على المقاس ديالو، واليوم لاول مره في التاريخ العربي عندنا ديمقراطيه المعاطيه، واللي ولا المغرب شانع بها، واللي كطيحوا علينا الدل هاد المجموعه، وحاشا باش طيحوا الدل على المغاربه الشرفاء، لان نتوما مجرد غير ذبابات. ولكن اش ما غتطرحوا راسكم الاشكال ماشي باقيين صغار، لان دابا باللي كنجيو نلومو الدراري الصغار اش غادي نقولوا لكم نتوما؟ الا كنا غادي نلومو الدراري الصغار نتوما خاصنا نعدموكم بصفه نهائيه.
لأن باش غتربيو المجتمع كتزيدو تعلموا المجتمع الفساد. نتوما مالكم في هاد الحال، مالكم في هاد الحالة، فين غتوصل كاع؟ ها تجمعت الأموال فين غتوصل؟ راه ما عندك فين توصل، راه تقدر بين صباح وعشية تصبح والو. ولكن اش كيبقى؟ تيبقى المبدأ أول، وكتبقى الأصالة، وكيبقى الصدق، وتيبقى المعقول، وكيبقى الوجه الزين مع الجميع. لكن نتوما سبحان الله العظيم بغيتو تغيروا كل شيء. راه اليوم باللي جينا نفكروا بالعقل، كاينه واحد المجموعة خاصها تغير العقلية، خاصها تغير العقلية، ولا ما بغاش تغير العقلية خاص المخزن يدخل ويغير لهم العقلية بمعنى الكلمة، لأن هادو ما تيحشموش. ودائما تنقولها وكنزيد نأكد عليها، إلا ما كانت أحكام قاسية صارمة عمرهم ما يتراجعوا على هادشي، عمرهم ما يتراجعوا على هادشي. أولا الضرب في الجيب، ولكن كيف تنقولوا تكون أخطية كبيرة ماشي صغيرة، خطية اللي تزلزلو يطيح سخفان، لأن ما تيحشموش وما غاديش يحشموا، لأن نلقاوها ربح واستغلال لبعض الناس اللي تيحبوا الخير وتيبغيو الخير، ولكن لما تيعطيوه، هذا هو السؤال المطروح، لما تيعطيوه. ها اليوم الفضيحة ديالكم برأت الزروالي، عطاتو البراءة بالنسبة لي أنا، هادشي اللي واقع بيناتكم براءة الزروالي، وأنكم كلكم كنتم مخبين ورا الزروالي باش هو ياخد تهمة وانتوما تاخدو الفلوس، وأنا ما خديت والو. أحلى تعظيم سلام.